مات وتوفى نتيجة الخناقة. وفجأة الشاب سامي سرحان لقى نفسه متهم في جناية قتل هو واتنين صحابه، واتحكم عليه ب 15 سنة سجن. وطبيعي لما شاب في مقتبل حياته بيتعرض للسجن 15 سنة وكده مستقبله ضاع. لكن سامي كان حسن السر والسلوك، وقضى فترة كبيرة في السجن من غير أي مشاكل، فتم الإفراج عنه بعد 10 سنين قضاها في السجن. وبيقال إن أخوه شكري اتدخل وقدم التماسات كتير قوي عشان يساعده إنه يخرج حسن سير وسلوك قبل نهاية المدة يعني. بس طبعا دي معلومة مش مؤكدة قوي. لكن المعلومة المؤكدة بقى إن شكري سرحان استوحى خلفية قصة فيلم أحلى التلامذة اللي عمله سنة 1959 من الحادثة بتاعت أخوه سامي وأصحابه. وخرج سامي في بداية الستينيات بعد ما قضى 10 سنين من شبابه اللي هي فترة العشرينات المليانة بالطموح والأمل بين جدران السجن للأسف. لكن لأنه شخص كان موهوب فعلا وعنده طلة وكاريزما زي ما قلنا في الأول، أخوه شكري ما سابهوش وساعده وقدر يخليه يمثل معاه في فيلم الحقيبة السوداء سنة 1962. ولأنه أثبت براعة وإنه هو فعلا ممثل شاطر مش مجرد واحد داخل المجال بالواسطة والكلام ده، وقدر يحفر اسمه وسط مبدعين السينما والتلفزيون والمسرح وكمان الإذاعة. يعني بعد ما كان إنسان مستقبله ضاع بسبب طيش الشباب اللي أدى لحبسه 10 سنين بحالهم، كانوا ممكن يغيروا فيه حاجات كتير قوي لمجرد تفكيره إن المجتمع مش هيتقبله بعد خروجه، وده كان كفيل يسبب له إحباط ويقتل جواه أي أمل. لكن من فضل ربنا عليه إنه لما خرج رمى ورا ظهره سنين السجن واشتغل على موهبته وحلمه القديم، وأصبح من أفضل الممثلين اللي هتفضل دايما ذاكرة الفن فاكراه. وفضل سامي بنفس التوهج لحد آخر نفس، وأثناء تصوير فيلمه الأخير فول الصين العظيم اتعرض لوعكة صحية ورحل عن عالمنا في 16 فبراير سنة 2005، وهو سايب وراه ثروة كبيرة من أعماله الفنية اللي مش ممكن حد أبدا ينساها. الله يرحم الفنان الكبير سامي سرحان، ويرحم كل أمواتنا وكل الناس اللي فرحتنا وبسطتنا وأسعدتنا في يوم من الأيام. وفولو بقى. سلام.